أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع منظر ونكهة في كوزين جميلة بن غزال. اليوم باش ناخذوا مراحل اللبلابي التونسي. ناخذوا 400 جرام حمص يكون سبخناه قبل بليلة في الماء. ناخذوا له لتر ونصف من الماء، نوضعوه في وعاء ونخليوه يغلي ما يقارب ساعة ونص للي تبنى الحمص متاعنا. عنا خبز بايت نهارين ولا 3. ناخذوا له ملح، كمون، ثوم مفروم، هريسة عربي وهريسة خضرة، زيت زيتونة، طن، شوفريت مشوية، بيض. عنا الفاريانت زيتون أكحل وزيتون أخضر، وعنا أنواع الكبار، فلفل مسير وفلفل برعبيد وقارص. هذه المكونات متاع اللبلابي متاعنا. ناخذوا قطع الخبز نقصوها قطع جيدة كما تشوفوا. طاب الحمص متاعنا، ضفنا له الملح، ضفنا له الكمون، ضفنا له الثوم، ضفنا له زيت زيتونة، وضعناه غلاء شوية على نار هادية. خدينا قليل من الصوص متاع ماء الحمص، حلينا فيه الهريسة، سبخنا الخبز متاعنا المقصوص جيد، ضفنا له الهريسة، ضفنا الكبار، ضفنا الطن، ضفنا الشوفرات، زيت زيتونة، ذرة كمون. خلطنا المكونات الكل مع بعضها كما تشوفوا، عظيمة مروبة. وهذايا الشكل النهائي لللبلابي متاعنا. هذايا لبلابي مخلط في وسطه عظيمة مروبة وقريم فلفل برعبيد، وهذايا لبلابي مزين زيتون، طن، شوفرات، فاريانت، أنواع متاع الفلافل، عسرة قارص، عظيمة مروبة، منظر ونكهة وتاكلوا بالشفاء.